أنني أدعوكم أن تجعلوا من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن تكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. أسأل الله أن يوفقكم في أداء مسؤولياتكم، وأن يحفظ سوريا وشعبها، وأن يجعل هذا المجلس منبرا للحكمة وسندا للدولة وصوتا للشعب، وأن يوفقنا جميعا لبناء سوريا المزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل هدوء وكل صمت أنهى كلمة السيد الرئيس السيد أحمد الشرع خطابه الكريم. عيد نبارك لكل الشعب السوري الحر بهذه الجلسة الأولى لمجلس الثوار ومجلس الشعب السوري. هذا هو الانتصار العظيم، هذا هو حق الشعب السوري وحق الدماء وحق الأبرياء وحق المعتقلين. وأنا هنا أطالب وأبارك لجميع أعضاء مجلس الشعب بأن الشعب السوري أمانة في أعناقكم، وهذا اليمين الدستوري الذين قسمتموه وأديتموه أمام رأي العام وأمام الشعب السوري هي أمانة ورسالة بأن تقوموا بعملكم بكل إخلاص وصدق وأمانة وبدون تطبيل وتزمير كما شهدنا ورأينا. من هنا تنطلق الحرية، من هنا تنطلق المعركة الحقيقية لبناء وإعادة إعمار سوريا. من هنا نبني الحياة، من هنا نبني المستقبل، ومن هنا نبني الإنسان المدمر، من هنا نبني كل شيء دمرته إيران ودمره عصابات الأسدية وميليشياته الحزبية، ودمروا الوطن. هؤلاء الخونة، هؤلاء الجواسيس التابعين لخونة الوطن. لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر مع الناشط الإعلامي عبد الله بن نور الدمشقي. ألف مبروك وألف تحية حب وشكر إلى جميع أعضاء والسيد رئيس الجمهورية العربية السورية. بدون تصفيق وبدون تهليل ابتدأت مراسم انعقاد مجلس الشعب. أصدقائي متابعين، كلمة للسيد الرئيس في مجلس الشعب من تابع. انعقاد مجلس الشعب لأول مرة في تاريخ البشرية وتاريخ سوريا دون تصفيق. خلينا نتابع كلمة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، تمام؟ وخلينا نتابع الحكمة في هذا المجلس تحت قبة البرلمان بانتصار الثورة السورية ضد إيران وضد حزب الشيطان وضد هؤلاء المتمردين عصابات الأسد. أكيد نبارك لكل الشعب السوري الحر بهذه الجلسة الأولى لمجلس الثوار ومجلس الشعب السوري. هذا هو الانتصار العظيم، هذا هو حق الشعب السوري وحق الدماء وحق الأبرياء وحق المعتقلين. وأنا هنا أطالب وأبارك لجميع أعضاء مجلس الشعب بأن الشعب السوري أمانة في أعناقكم، وهذا اليمين الدستوري الذين قسمتموه وأديتموه أمام رأي العام وأمام الشعب السوري هي أمانة ورسالة بأن تقوموا بعملكم بكل إخلاص وصدق وأمانة وبدون تطبيل وتزمير كما شهدنا ورأينا. من هنا تنطلق الحرية، من هنا تنطلق المعركة الحقيقية لبناء وإعادة إعمار سوريا. من هنا نبني الحياة، من هنا
نبني المستقبل، ومن هنا نبني الإنسان المدمر، من هنا نبني كل شيء دمرته إيران ودمره عصابات الأسدية وميليشياته الحزبية، ودمروا الوطن. هؤلاء الخونة، هؤلاء الجواسيس التابعين لخونة الوطن، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر مع الناشط الإعلامي عبد الله بن نور الدمشقي. ألف مبروك وألف تحية حب وشكر إلى جميع أعضاء والسيد رئيس الجمهورية العربية السورية.